زاد الجنة والخاتمة الحسنى، مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقبلت العشر، نحن نقف اليوم على أبواب العشر الأخير من رمضان، وما أدراك ما العشر؟ فيها ليلة عجيبة مباركة، هي ليلة القدر. قدر الله تعالى أنها خير من 1000 شهر. هذه الليلة من عظم كنوزها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ أي قام ويصلي مؤمنا بأن قيامه وتعبه في هذه الليلة مأجور، محتسبا ما يضعه من أوقات في هذه العبادة لله تعالى، فهذا قامها إيمانا واحتسابا. كل من يترقب ليلة القدر، كل من يشحذ الهمم في العشر الأخير من رمضان بإذن الله تعالى هم من أهل ليلة القدر. وأقبلت العشر، فماذا أنت صانع أيها الأخ الحبيب؟ لعلك تقول في نفسك: ماذا علي أن أفعل أكثر من الصيام في النهار والقيام في الليل وتلاوة القرآن؟ أقول لك: افعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وكان أكثر ما يكون في رمضان، بل في العشر الأخير من رمضان، ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بجبريل يدارسه القرآن. أيها الأخ الحبيب، عندما تقبل العشر فأنت على وشك أن تصل إلى ليلة العيد، أنت على وشك أن تصل إلى زكاة الفطر، أنت على وشك أن تكون في قوافل الذين يرسمون ابتسامة العيد وفرحة العيد والسرور الذي تدخله على قلوب هؤلاء المنكوبين الذين بتقربك إلى الله عز وجل من خلال الإحسان إليهم تزيد فرحتهم. إنك أيها الأخ الكريم باستمرارك في العطاء تنال بإذن الله تعالى من الله حسن الجزاء. في هذه الليلة تتنزل الرحمات، في هذه الليلة تسكب العبرات، في هذه الليلة تغفر الزلات. لا تعكر صفوها بالمشاحنات، لا تعكر صفوها بقيل وهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم وقت وساعة ليلة القدر، فلما أقبل إلى أصحابه وجد رجلان يتشاحنان، فنسي ليلة القدر بسبب هذه المشاحنة. إذا كان تشاحن رجلان من أمة كانا سببا في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر، ما بالك بمشاحنة كثير من الأمة؟ أخ مع أخيه، جار مع جاره، زوج مع زوجه، أب مع أولاده. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة التصافي، هذه ليلة الصلح مع الله، هذه ليلة الصلح مع عباد الله. أيها الزوج الكريم، في هذه الليلة صالح أهلك وأولادك. أيها الأخ الكريم، لا تقطع إخوتك، لا تقطع أرحامك. أيها الجار الكريم، أحسن جوارك، فإذا كانت هذه الليلة قد مرت عليك بخير وسلام وتقرب إلى الرحمن جل في علاه، فاعلم أنك من المقبولين، وقد سجلت عند الله عز وجل ممن تغفر لهم الزلات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون هذه الليلة ونفحاتها وما فيها من خير وبركة. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.